موجز الأخبار المحلية، أهلا بكم. بداية بولاية سوغاراس أين تفاقمت ظاهرة سرقة كوابل الإنترنت ما حرم المواطنين من هذه الخدمة، وكبد شركة اتصالات الجزائر خسائر معتبرة. المزيد في تقرير حسن طرابلسي. أحياء ومناطق عديدة بعاصمة ولاية سوقهراس أضحت الوجهة المفضلة لعصابات نهب كوابل الإنترنت، ظاهرة كبدت المؤسسة المعنية خسائر معتبرة وحرمت المواطن من خدمة الإنترنت. أنا قريب شهرين ولا 3 أشهر ونحن نعاني. اتصالات الجزائر تركب وهم يجوا يسرقوا، ما عليها غير تتحرك الدولة هذه يقطعوا في الكوابل ونحن نسحقوها على الانترنت. نحن هنا نعانوا من انقطاع الانترنت، وانا تلميذ عندي بكالوريا، العمل نسحق الانترنت، عندي بحوث، عندي تحضيرات. كي نروحوا نديروا لي ريكلاماسيون في اتصالات الجزائر الحق يجيو يعاود يخدموا لي كابل، من بعد 2 جور 3 جور يعاودوا يتسرقوا. وليدي في الباك، ولادنا كامل هنا تاع الحي راهم في الباك، ما لقيناش حتى حل، ولينا نستعملوا في البورتابل. سرقة في وضح النهار، والضحية مؤسسة وطنية تعمل كل مرة على تعويض الكوابل المسروقة لتلبية احتياجات الزبائن. اتصالات الجزائر سوقهراس بأنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة لاستعادة الوضع مرة أخرى، وقامت بإصلاح الكوابل في الأحياء المتضررة من هذه الأعمال التخريبية. قد تصل العقوبة المقررة بموجب المادة 138 من قانون 2000/3 إلى غاية 3 سنوات، ناهيك عن التعويضات والغرامات المادية التي يحكم بها الطرف المدني. وهنا بعد كانوا قصوه من هنا. المصالح الأمنية تضرب المخربين بيد من حديد، وسيكتمل عملها حتما بثقافة التبليغ وثقافة الحفاظ على الأملاك العمومية.